السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بألف خير. فقدت الرياضة المصرية، وبالتحديد فقد النادي الأهلي وجماهيره مشجع من أنبل وأخلص المشجعين على مدى الدهر. أملج الدولي أو أملح الدولي. يمكن انتوا، أنا حاطط صورته عشان اللي ما يعرفوش يفتكروا، مع إن ما أظنش إن مفيش حد في الوطن العربي يعرف أملح الدولي. كان في آخر أيامه يتمنى أن يحصل على العضوية الشرفية بالنادي الأهلي، وتحقق له ذلك، ولكن المرض كان بالمرصاد. وكان المرض في الفترة الأخيرة جعله يبتعد تماما عن مشاهدة فريقه المفضل، ألا وهو النادي الأهلي. أعتقد وأنا عارف إن كل الجماهير بكل انتمائها، سواء جماهير أهلوية أو جماهير زملكاوية أو حتى من الاتحاد، من المصري، من بيراميدز، من المحلة، من المنصورة، من الشرقية، من كل محافظات جمهورية مصر العربية، بل أكثر من ذلك، من خلال كل دول العالم، يعرفوا مدى إخلاص هذا المشجع الأهلاوي الصميم. كان من أفضل وأقرب أصدقائه نجم النادي الأهلي محمود كهربا، وكان آخر نجوم الأهلي زيارة ليه وهو على فراش المرض كان إمام عاشور، وغيره 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 من اللاعبين اللي كانوا بيشدوا أزره أثناء فترة تواجده في المستشفى. كان محب للنادي الأهلي، كان يعشق النادي الأهلي، سواء الأهلي وهو فايز وهو مهزوم. ولو دخلتوا على اليوتيوب أو دخلتوا حتى على المقتطفات اللي موجودة في الفيس، هتلاقوا كم هو كان مخلصا للنادي الأهلي بشكل ما هو طبيعي، بشكل يعني إحنا كأهلوية نتمنى أن نكون مثله. واحد بيحب النادي بإخلاص، واحد في كل السقطات هيقف يزعل زينا ويتضايق، ولكن هو اللي بيحس الجميع ان هم يقفوا، ان هم يقوموا، ان هم يحققوا اللي ما عرفوش يحققوه. ولو ترجعوا الماتش او لبطولة افريقيا اللي كانت فيها خروج النادي الاهلي، كان يبكي بشدة، كان يبكي كالطفل، لانه حاسس بقيمة تيشيرت النادي الاهلي، حاسس بقيمة كيان النادي الاهلي اللي فيه كتير اهلاوية حوالينا ما يعرفوش معنى الانتماء للنادي الاهلي. صراحة انا جالي الخبر، قريته زي ما انتوا قريتوه عن طريق صفحات السوشيال ميديا، وصممت ان انا اسجل حلقة فقط تكون خاصة بأمجد الدولي او املح الدولي، علشان كلنا جميعا الان ندعو له بالرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بالرحمة والمغفرة بإذن الله. أسألكم ويلا معايا نقرأ له الفاتحة وإحنا موجودين مع بعض. رحم الله أمل الدولي وأسكنه الله فسيح جناته. ورسالتي للمتعصبين، ورسالتي لكل الجماهير المصرية، خلونا لما نتناقش ونتعصب في حاجة في أمور الكورة لازم نعرف حاجة. يمكن امبارح في صديق أشار ليها لما شاف وقال وكتب إن الشرط الجزائي بتاع مدرب النادي الأهلي قد مرتب
مفتش او موجه في المدرسه، الشرط الجزائي بس الشهرين قد مرتبه لمده 38 سنه، لو كان بياخد راتب 15,000 جنيه. طب انا ولا انت ولا انتي استفدنا ايه؟ تعصبنا وتنرفزنا. حاله اي واحد فينا المزاجيه عشان خسر فريقه او فاز فريقه، ده شيء احنا تلقائي، ولكن بلاش نخسر بعض. بلاش نخسر بعض. نحفل على بعض بس بالاحترام، بدون التجاوز، كنوع من الدردشه او كنوع من المناقشه، لكن لا اتطرق ولا اشتم ولا اخرج على النص ولا اقول واجيب وازيد واعيد. نضحك، يعني حتى في تعليقاتنا تكون مضحكه، مش تكون فيها اي اساءه، مش تكون فيها اي اساءه. وحتى وان اساء لك، افتكر حاجه واحده بس، ان الموت بيجي في لحظه. وفاه المشجع الاصيل الاهلاوي اللي كان لو انت عصرته هيطلع النادي الاهلي، لو طلعت دمه هتلاقي مكتوب فيه النادي الاهلي والكل يعرف كده. بقاله اكتر من 7 شهور او 8 شهور على سرير المرض. علاقته بالنادي الاهلي انه بيشاهد الاهلي عبر التلفاز، ويتمنى ان يكون ما بين الجماهير في الاستاد وفي الملاعب. وكان وهو على فراش الموت، وهو في اخر ايامه، لما جاله المدير التنفيذي في النادي الاهلي قال له بنفس اللفظ: انا نفسي احصل على العضويه الشرفيه للنادي الاهلي. يعني حتى وهو بين يد ربنا، حتى هو على فراش المرض، كان دوت امله. ولا شفناه ان هو طلع على فيديوهات اللي كان مشهور بيها ان هو تجاوز في حق الزمالك او تجاوز في حق الفرق الاخرى، ولا اي حاجه. كلها كانت مداعبات، القصد منها ان هو يطلع الطاقه السلبيه اللي جواه، وفي نفس الوقت كمان يبث لينا الطاقه الايجابيه. خليكم ايجابيين وخلينا ايجابيين، ما نجيبش حق حد، ولا نجيب حق، ولا نتكلم عن حق حد، ولا نشتم ولا نتجاوز. خلينا نحفل على بعض بشكل محترم. انا بقول نحفل، واقصد بكلمه التحفيل مش ان انا عايرك والمعايره تجيب غلط، لا. انا اقول لك والله انا بطل افريقيا، انا اخدت الدوري، انا كده كده، هو ده، بدون التجاوز. وان اساء لك، يعني كلمه ربنا يسامحك دي مفيش احسن منها. بالظبط زي ما احنا خرجنا من الدور قبل النهائي، كنت ممكن تقول كلمه واحده بس اللي انا اعرف وعارف معناها: قدر الله وما شاء فعل. الكلمه دي هتبقى برد وسلام عليك، وهتلاقيك شويه شويه رجعت لطبيعتك، لانها مش نهايه الدنيا. مفيش حاجه تستمر، ولا اللي فوق فوق ولا اللي تحت تحت. مش هتفوز على طول. في الاخير نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمد امج الدولي بالرحمه والمغفره، ويا رب يا رب يرزقه الجنه، ويا رب يا رب يا رب ما تكونش آه، مش عارف اقول ايه، ولكن الجميع حزين وانا حزين. انا اعرفه عن طريق الفيديوهات وعن طريق المواقف اللي بشوفها، ولكن ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.